سيد عارف، كيف تقرأ الأحداث التي تجري في سوريا الآن؟ أنا شرف عظيم لي أن أكون هنا في دمشق. يعني جئت برسالات من شباب عربي في الجالية العربية في الخارج، ومن شباب تونسي وجزائري ومصري، لأحييهم. هم يتتبعون ويقولون رسالة التي يقولونها، يعني أتيت بها إلى إخواننا السوريين، أنه مهما كان التضليل الإعلامي نحن نعلم علم اليقين أن سوريا المقاومة هي رمز المقاومة، لهذا يريدون تشتيتها مهما كان التضليل الإعلامي في العالم. نحن نعلم منطقيا أن الإعلام يخدم الشباب العربي، مهما يعني يغم صوتنا ولا يريدون صوتنا أن يظهر. كل الإعلام العالمي يظهر إلا للناس ضد سوريا، وكأنه لما ترى الإعلام العالمي بتشوفي أن كل العالم ضد سوريا، لكن هذا مو صحيح. يعني بقول للسوريين، الشباب العربي جاي معاكم ونساند سوريا لنعلم أنها على حق، ونحن نساند باسمي وباسم حركة الشباب العربي كله، من مغاربة، من تونسيين، من جزائريين أحفاد الشهداء الذين عانوا الويل في سنين الجمر، ومصريين خاصة فيهم نساند هذه المؤامرة التي تريد تشتيتها، يعني رمز المقاومة اللي هي سوريا في الشرق الأوسط. وإن شاء الله النصر هو آت. بدأ العالم كله يتيقن ويعرف، والأصل أو الأقنعة تسقط قطعا بعد الآخر. وأزيدكم شيئا إعلاميين، هذه الأيام لماذا لا ترونها؟ لا أريد حتى ذكر اسمه، أمير قطر لا يرى هناك مشاكل، إحباط نفسي. كانوا يظنون أن سوريا سوف تسقط، لكنها بقيت شامخة وستبقى دائما شامخة شموخ الجبال. ونحن معكم قلبا وقالب، ونعرف ما يجري، لأنه آخر مقام للمقاومة العربية والوحدة العربية، شام الحضارة، شام الصمود. دائما نحن معكم. هل أنت راضي فعلا عن التنسيق الذي يجري بين العرب والجاليات العربية في بلادهم؟ الحكام سامحين، الحكام لا يمثلون الشعوب. أنتم تعرفون أنها دمى، نحن الشباب العربي بنسميها الجامعة العبرية، هي لا تمثل الشعوب. نحن الشعوب لا نريد. هل هذه هي الحرية الذين يتكلمون عنها؟ الأسبوع الماضي كنت في ليبيا، لو أتذكر، لو أحكي لكم شو شفت في ليبيا ستبكون. تفضل. كنت في ليبيا، رحت أعمل ريبورتاج، دخلت إلى تونس ودخلت إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. أصدقاء ليبيين أدخلوني، كل الآبار البترولية محروسة من جنود أمريكان، حتى الوصول إليها على 200 كيلومتر لا تشوفها. عائلات ليبية منكوبة في الجزائر وفي تونس. ده يعني أنا أطلب من الإعلام السوري يطلع هناك ويشوفهم هذه العائلات، لأنهم حابين يدوا شهاداتهم. هذه الحرية. الليبي أخي الليبي بيقتل أخوه الليبي، هذه الحرية اللي أخذوا بترول ليبيا، جعلوا إخواننا الليبيين اليوم متشردين، أقسم لكم بالله متشردين، كل يوم موت. الجزيرة من يوم سقطت ليبيا سقطت ذهبت، ولا دقيقة واحدة تتكلم عن ما يجري في ليبيا. هذا هو الحرية؟ تقتل إخواننا في ليبيا. محو العراق، الشباب العربي سكتنا عن العراق، سكتنا على كذا دولة، سكتنا على السكوت هو مشاركة في الجريمة. الآن لن نسكت ولن نسكت، حتى ولو كلفنا ذلك غاليا، حتى لن نسكت أبدا، حتى لو أنعتونا بأي كلام، حتى رسولنا الكريم أنعتوه بأي كلام. لكن نحن ما يهمنا هو عقيدتنا وعقيدتنا. نحن مع من يحمي سوريا. طرحوا علي أسئلة في كذا قنوات فرنسية وإنجليزية وأمريكية، قالوا لماذا أنتم الشباب العربي تساندون الرئيس بشار؟ قلنا لهم معادلة رياضية، نحن نساند من يحمي وحدة سوريا ومن يحمي السوريين. معادلة رياضية، أجيبوا أنتم. احنا رياضيا ومنطقيا هو الرئيس بشار الأسد من يحمي وحدة سوريا ومن يحمي سوريا، فنحن معه قلبا وقالبا فقط. وهذا آخر كلامي، والسلام عليكم. شكرا جزيلا.